اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من اكلات وافتكاسات نهى. معايا النهارده وصفه مطلوبه جدا جدا، وهي الفراخ الكنتاكي مع الرز الريزو. سهله جدا وبسيطه جدا. تعالوا نشوف مكوناتها عامله ازاي وخليكم معايا لاخر الفيديو. كل اللي مطلوب منك ان انت هتجيبي فرخه تقريبا كيلو 700 جرام، وهتقطعيها تقريبا 12 قطعه او اكتر على حسب ما انت حابه. وهنبدأ بقى نجيب التوابل بتاعتنا، وهي اللي عليها الشغل كله. هتجيبي فلفل اسود وملح، هتجيبي بصل بودر، توم بودر، هتجيبي مرقة دجاج وهتفركيها زي ما انت شايفاها كده، وهتجيبي كاري، وهتجيبي هنا كوباية زبادي. وهنبدأ بقى يعني نشوف هنعمل ازاي الخلطة. هندوبها بشوية مية، وهننزل المية دي تدريجي علشان خاطر ما تبقاش يعني بايظة قوي مني، يعني تبقى برضو يعني ولا سايلة جدا ولا متماسكة جدا، ما يبقاش بس اهم حاجة فيها تكتلات. ممكن التكتلات دي تتحط فيها التوابل، هتلاقي مش هتبقى حلوة، يبقى فيها تجمع التوابل يعني. زي ما انتم شايفين كده بحاول ادوب التوابل كويس جدا مع الزبادي وتبقى ممتزجة فيه. طبعا باين جدا ان هي محتاجة شوية مية، هحط عليها تاني شوية مية زي ما انتم شايفين كده، وادوبها كويس جدا لغاية ما هتحسوا ان الزبادي بقى كريمي خالص. زي ما انتم شايفين شكله بقى عامل ازاي. هنبدأ بقى ننزل معاه الفراخ وهنقطعها، عشان خاطر انا محتاجة الخلطة دي تبقى كلها شربتها الأنسجة. وخلي بالك ان الفراخ مش هتتسلق، فانت محتاجة ان هي تكون متبلة كويس جدا عشان ما يبقاش فيها طعم للزفارة. وهي ما بتقلش تقريبا يعني التتبيلة دي عن 12 ساعة في التلاجة. انا هنا كده كنت بتبلها بالليل وسايباها بقى لتاني يوم. فطول ما انتي طبعا حاطة التوابل مظبوط وهتفتحيها بالشكل ده وهتسيبيها اكبر وقت، كل ما هيطلع طعمها حلو جدا جدا وسهلة جدا. حتى في التحمير هيكون النسيج بتاعها طري جدا زي ما انتوا شايفين. وطبعا احنا غاسلين اصلا الفراخ في مية وملح وليمون ودقيق، وغسلينها كويس جدا، وسبتها مثلا تتنقع ربع ساعة. بعد كده بقوم شايلاها، وهقوم بقى زي ما انتوا شايفين كده قلبتها كويس، وهحطها في التلاجة، هغطيها واحطها في التلاجة. شايفين كده انا دلوقتي هجيب الدقيق 3 كوبايات، ومعاها كوباية الا ربع نشا، يبقى كل كوباية دقيق ليها ربع كوباية نشا. وهنزل بالتوابل اللي هي الملح والفلفل والكاري وبرده المكعب المرق وشطة وتوم باودر وبصل باودر، وهقلبهم بقى كويس جدا عشان برضو تكون التوابل دخلت يعني بقت في كل الدقيق. وهوريكم ازاي بقى يعني الخطوات دي هي اهم خطوات عشان تطلع شكلها عامل بالظبط زي بتاعت كنتاكي. انا هحط طبعا كذا قطعة، ويا ريت برضو تبقي انتي برضو تجيبي حاجة واسعة عشان تقدري تتحكمي فيها، يعني تجيبي صينية واسعة او طبق كبير، بولة كبيرة، عشان تقدري تحمليها وتبقى واسعة وسهلة معاكي تنجز معاكي يعني. انا هنا طبعا هبدأ اقلب الدقيق من غير ما اضغطه على الفراخ شمال ويمين زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، عشان يبقى الدقيق والنشا يعني غطت الفراخ من كل حتة. امشوا معايا في الخطوات دي واحدة واحدة عشان ان شاء الله تطلع معاكم ناجحة. وهنا بقى معايا المية مية عادية جدا من الحنفية، هنزل فيها الفراخ وثانية بالظبط، واقوم رافعاها تاني، وابدأ برضو الف الكفر ده كله على الفرخة شمال ويمين، علشان تبدأ بقى تديكي الكشكشة والشكل اللي احنا بنشوفه بتاع الفراخ كنتاكي. انا بقى هروح اكمل الباقي وارجع لكم تاني. خلاص كده خلصت الكمية، هسيبها شوية واعمل الرز. هنا بقى الرز الريزو اللي دايما بيتقدم مع الفراخ دي رز بسمتي، ومعايا مكعب مرق، ومعايا بصلاية مبشورة، ومعايا ملح وفلفل كركم وكاري، ومعلقة سكر ممسوحة. بسهولة خالص كده. وبقى في الصوص نفسه ده الخطوات بتاعته برضو سهلة جدا. هنحط معلقة كاتشب، وهنحط بصل باودر وتوم باودر ومعلقة ملح، وهنحط بقى معلقة عسل اسود، وممكن لو عندك عسل ابيض يعني حاجة منهم، ما تحطيش الاتنين.
وهنقلبهم كويس. وبعد كده هنبدأ ننزل برضو بمعلقة خل ومعلقة صويا صوص. معلقة الخل اهي، وبعد كده هننزل بقى بمعلقة الصويا صوص، هنقلبهم كويس جدا عشان برضو ما يبقاش فيه تكتلات بين التوابل او اي حاجة. المهم ان احنا نكون مدوبينها في بعضها كويس جدا. تمام كده. او ده بقى الصويا صوص. على فكرة يا جماعة الصويا ده يعني طعمه ظريف جدا كمان مع المشويات، انصح بيه في كل المشويات يعني. خلاص كده احنا دوبناها. هنبدأ بقى نروح نحمر البصلة بتاعة الرز. كده احنا خلاص خلصناها. هنحط بالظبط معلقتين زيت. انا سبت الزيت يحمى شوية عشان انزل فيه البصلاية. قلبت اهو. هنزل بقى البصلاية. هبدأ بقى اقلبها كويس جدا عشان تحمر. او يعني ممكن كمان تغمقيها اكتر من الاحمرار، لان انت كل ما هتغمقيها هتساعدنا في لون الرز ان هو كمان يطلع لونه غامق شوية. انا هنا بعد ما حمرت البصل قلت طب ما انا ممكن انزل السكر الاول. يعني قلت طب ما احنا ممكن بدل ما انزله، بس انا خليت الزيت ياخد طعم البصلاية. بعد كده لقيت ان ممكن حد وهو بيكرمل يعني السكر ينشف منه يتحرق يبوظه. يعني رجعت عن الفكرة وقمت حاطة تاني البصل. قلت لا بلاش، لان يعني بالذات لما بتبقي تعملي حاجة لأول مرة ممكن تبوظ من الواحد يعني. فانا برضو هنزل تاني البصلة قبل السكر وهحمرها. يعني انا كنت بحاول المه بأي طريقة، بس يعني خفت ان انا حد يجربها والسكر ينشف. السكر لما بيحجر وبينشف حتى في الحلة بيبقى سيء جدا. رجعت تاني حطيت البصلة، وزي ما انتوا شايفين كده هنحمر البصلاية كويس جدا اكتر من الاحمرار بكتير يعني. كل ما هتغمق كل ما هتبقى حلو. هننزل بقى هنا ان شاء الله بمعلقه انت ممكن تحطي معلقتين سكر ممسوحين. هنا انا حطيت التوابل الاول اللي هي عباره عن ملح وكركم وكاري ومرقه الدجاج، وهنقلبها كويس. وطبعا برضو معلقه السكر انا نزلت بيها الممسوحه. زي ما انتوا شايفين كده بدأ برضو الكاري والكركم اللون بتاعه يعني يبان. نفضل نقلب فيه ما تسيبيهاش. هيحصل كده، انا عايز اسيبها لغايه ما تعمل حاله الفوران الخفيفه دي. هننزل بقى بالرز على طول نقلبه. وبعد كده هننزل بالخلطه اللي احنا عملناها اللي هي الكاتشب. وانا كل ده هكتبهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. كل البهارات وكل الحاجات المستخدمه في وصفه النهارده دي هعملها لكم في صندوق الوصف. وزي ما انتوا عارفين ان كوبايه الرز البسمتي بتاخد معاها كوبايتين ميه. فانا كنت محضره الميه دول كوبايتين رز. فانا حاطه 4 كوبايات وكنت حطاهم في الكاتل وغليهم. زي ما انتوا شايفين كده اتقلب معايا. هبدا بقى انزل بالميه. لا سوري، هنزل الاول بالخليط اللي احنا عملناه، وهو ده اللي عليه التركيز يعني بشكل كامل، لان هو ده اللي هيدي الطعم بتاع الرز الريزو اللي هو مشهور جدا في المحلات بتاعت كنتاكي. وهنقلبه بقى وهنبدأ نحط المية ونسيبه تماما لما يغلي. وبعد ما يغلي ويشرب المية بتاعته تبدأي تهدي عليه النار، وبتسيبيه تقريبا 10 دقايق بعد ما بتهدي عليه النار. خلاص كده هبدأ بقى أقلب كويس جدا الرز عشان تكون المية تغلغلت بين الرز وبعضه ومفيش أي تكتلات. أبقى يعني متأكدة إن هو كده مظبوط. أسيبه بقى وأغطيه وتمام كده. ربع يعني بالظبط الرز ده ما بياخدش اكتر من تلت ساعة على النار. بس المهم ان هو بعد ما بيشرب المية انتي بتوطي عليه و10 دقايق بالظبط وبتقفليه. كده انا غطيت عليه وتمام. وزي ما انتوا شايفين احنا خلاص خلصناها. والفراخ احنا حمرناها في زيت غزير، كانش فيها اي يعني تكة، عشان عادي يعني اننا اوريها لكم يعني. ايه رأيكم؟ الف هنا والشفا. مستنية تعليقاتكم.